السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة عاملين تورتة خطيرة. تورتة دي اناناس بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة وخطيرة، وهقولك كمان على طريقة تعملي بيها الكيك السبونج من غير ما تفصلي الصفار عن البياض، ومن غير ما تعملي القصة الطويلة وتضربي البياض وتعمليه مرنج وبعدين تضيفيه عليه الدقيق بالراحة مع الصفار والقصة الطويلة دي. النهارده هنعمله بطريقه سهله وبسيطه ومن غير ما نفصل الصفار عن البياض، وهنعمل اجمد تورته طعمها خطير شكلها خطير تحفه جدا من غير ادوات ولا مكونات كتيره. هنعمل اجمل تورته في البيت بطريقه جامده جدا. شايفين التورته الخطيره؟ تعالوا بينا نشوف المقادير. اول حاجه هنا هنجيب الشوكولا ونحط فيها 4 بيضات. يبقى انا محتاجه 4 بيضات. مقاس الصينيه بتاعتي 26 اللي انا استخدمتها دي، مقاس 26. 4 بيضات يكونوا بحرارة الغرفة، وهنزل عليهم بباكت واحد من الفانيلا ومش اكتر من باكت. ولو مش عايزة تحطيه كمان هقولك ما تحطيش فانيلا. ليه؟ علشان يعني احنا هنستخدم الفرينة اللي هي دقيق الاسبونج الجاهز او الباندي اسبانيا. هنا اسمه باندي اسبانيا او في مصر اسمه دقيق سبونج جاهز. 4 بيضات عليهم كيس من الفانيلا، وافضل اضرب في البيض لحد ما يعني يتخفق جامد ويطلع. بصي القوام وصل لفين. دي تشوتولا كانت في البيض في قعر التشوتولا، بصي وصلت لحد اخرها. تفضلي تضربي في البيض مع الفنجال كافيه مليان ميه. الفنجال الكافيه اللي هو الفنجال الصغير، فنجال القهوه الصغير فيه ميه 40 جرام من 40 ملي من الميه، عليهم باكت من الفانيلا. وتقدري تستغني عنه لانها كده كده الباندي اسبانيا بيبقى فيه كل حاجه، فيه الفانيلا وفيه البيكنج باودر وفيه محسن كمان وكل حاجه، وطبعا فيه دقيق. لكن انا حطيت كمان للامان علشان انا الصراحه يعني بقلق شويه من طعم البيض لاني مش بحب طعم البيض خالص يبان في الحلويات، فحطيت كمان كيس من الفانيلا. حلو. هبدأ انزل بقى بعد ما ضربت البيض وخفقته خفق جامد جدا بحيث ان هو بقى كريمه، رحت نازله عليه بالباندي اسبانيا او دقيق الاسبونج بتاعنا، واحده واحده لحد ما اختلط جامد كده زي ما انتوا شايفين. ومقاس الصينيه 26، وانا حاطه لها ورق زبده من القعر ومن الجناب كمان. هدخلها على درجة حرارة تقدري تدخليها على، لو الفرن بتاعك حامي وحرارته عالية تقدري تعمليها على درجة حرارة 170. انا الفرن بتاعي مش حرارته قوية قوي، فانا هعملها على درجة حرارة 180 عادي خالص. هتاخد حوالي من 20 ل 30 دقيقة. يعني انت هتختبريها طبعا لما تبدأ الريحة تطلع كده هتدخليها الفرن. بس انا بصي عملت هنا بقولك بصي الفقاعات عاملة ازاي، يعني فيها هوا داخل كويس جدا، وهتطلع معانا تحفة جدا. قلبتها كده علشان اطلع بس الهواء تطلع شكلها متساوية. وبصي اللهم بارك، طبعا ارتفعت الصينية للآخر. يعني الصينية كانت الخليط كان في حوالي نص الصينية، طبعا ارتفع كل ده وتحفة جدا، وباين طبعا انها منتفخة جدا. وشايفين الفتحات دي؟ ده دليل ان الكيك اسفنجي جدا خطيرة بجد يا جماعة. الباندي اسبانيا دي انا كنت بعمل الاول دقيق وبعمل طبعا البيض كتير وبقعد افصل البياض عن الصفار، وكانت قصة بصراحة ان انا عشان اعمل تورتاية. لكن الباندي اسبانيا ده سهل الدنيا جدا معايا. بقى ايه اللي انا بسقي بيه الكيك؟ انا فتحته من النص، فتحته طبقتين وكنت اقدر افتحه كمان 3، بس انا عملته 2 عشان يعني انا ببقى شخصيتي مستعجله شويه وبحب اخلص بسرعه الحاجه اللي انا بعملها، وبعدين كنت مستعجله بصراحه. حطيت عليها، عارفين العلب الاناناس الكمبوت بتاعه الاناناس؟ انا كنت جايبه الكمبوت بتاع الاناناس. انا لما باجي اعمل تورته الاناناس بسقيها بعصير الاناناس اللي في الكمبوت ده. يعني انا زقتها كويس جدا الطبقه الاولانيه، وبعدين حطيت كريمه الاول في الطبق بتاعي علشان تثبت معايا الكيكه، وبعدين حطيت النص الاولاني وزقيته كويس جدا، وبعدين حطيت عليه كريمه، وبعدين هنزل بقى بقطع الاناناس. انا جايبه العلب، هي بتبقى علب كده طبعا، احنا عارفين كلنا علب الكمبوت بتبقى عامله ازاي، بس في اناناس قطع وفي اناناس بيبقى انتيرو اللي هو الحلقات الكامله. انا جبت النوعين علشان انا هعمل في النص هحشيها بالاناناس المتقطع. وده هنا كده حطيت الوش التاني، كنت زقتها كويس قوي. وتاخدوا بالكم بقى لما بتكونوا زقتوها تاخدوا بالكم وانتوا بتشيلوها لا تتقطع. بس الحمد لله كانت مظبوطه يعني وما حصلهاش اي حاجه، بس كانت طبعا انا شلتها بحذر جدا.
وبعدين هغطيها برضو بالكريمه. والكريمه انا ما جبتش طريقه عمل الكريمه لان احنا عملناها كتير قوي. الكريمه اللي هي علبه بنا دا مونتاري، وحطيت عليها ماسكربوني حوالي معلقتين كبار من الماسكربوني علشان تديها طعم كده غني وكريمي قوي. حلو، يبقى علبه بنا دا مونتاري وكمان عليها معلقتين كبار من الماسكربوني. دلوقتي انا هنا كنت سويت التورته بتاعتي، وزي ما قلت لك انا ما عنديش على فكره الادوات اللي هي بتاعه التورته بتاعه التزيين، يعني لاني مش من هواة قوي تزيين التورت والكلام ده. بحب اسهل على نفسي، وبحب اعمل حاجه حلوه وسريعه في نفس الوقت. ما عنديش بس غير كيس الحلواني، فانا دلوقتي سويت التورته كده زي ما انتم شايفين. وحطيت هنا حلقات الاناناس كده زي ما انتم شايفين، يعني عملت التورته كده من الجناب كلها بالاناناس، حلقات حلقات حلقات. وحطيت على الوش كده الاناناس، وبعدين عملت كده بكيس الحلواني وردات كده صغنطوطه شكلها حلو قوي. طبعا دي بتبقى سهله قوي انك تعمليها، مش بتاخد اي حاجه معاكي. وحطيت شويه من فرماسيل كده على الوردات الحلوه اللي انا عملتها الصغنططه دي. تقدري لو عندك كريز كمان ما تحطيش فرماسيل وما تعمليش الوردات بالكيس الحلواني، وتقدري تحطي وحدات من الكريز، تقدري تزينيها بشكل تاني مختلف خالص. تقدري كمان لو عندك المشط بتاع اللي بيساوي الكريمه ده تسويها كويس جدا، وتعمليها نصها بصوص شوكولاته ونصها فواكه. يعني تزيينها كمان لو انت كمان بتحبي قوي تزيين التورت هتبقي مبدعه كمان وتعملي شكل تحفه جدا. انا اللي بيعجبني انك تعملي حاجه حلوه وفي نفس الوقت طعمها حلو وسهله جدا وسريعه، وبتسهلي على نفسك وتفرحي اولادك وتعملي حاجه في البيت حلوه وجميله، وربنا يحسن ما بين ايديكم. شكلها تحفة جدا، طعمها كان خطير بجد، مفيش حد اكل منها الا لما عجبته. كانت خطيرة. انا كمان انا من عشاق الاناناس، فبحب تورتة الاناناس قوي. من الحاجات اللي طعمها مميز. تقدري كمان تعمليها بالفراولة، تعمليها بالمانجا، تعمليها بحاجات كتيرة. متنسيش تذكري الله وتصلي على النبي. وبون ابيتي.